عن الأجواء اليوم هنا في مباراة المنتخب المغربي وهزيمة مذلة من العاصمة الرباط. يعني هنا كاين يعني بعض المشاكل، نسأل الله السلامة والحقر. هذه أجواء الكان. شوف يا أخي، واحد الحاجة لا تعقل. شوف المغاربة يعني منجعزين، يعني واحد الحالة هارد راكلي للمنتخب السنغالي. مبروك لأسود تيرانغا. مبروك لهم، مبروك. الحمد لله. ما رأيك في مباراة اليوم هضرك السنغال؟ الحمد لله. Arbitre, on a vous les Marocains, vous avez organisé, mais on n'est pas content de vous. Vous avez organisé, vous avez occupé 90% de l'espace. Nous, on n'a que 10%. Les Sénégalais, les Français, tout le monde est venu. On n'a pas rentré, on n'a pas de billets. On est fiers d'être sénégalaises. Mademoiselle. Moi, je ne peux pas parler. Non. ما في مشكل. On a gagné, alhamdulillah. وفاقاني الحمد لله. نار يا صديقي، نار لهذه الجماهير. نشكر جميع الجماهير التي حضرت معنا اليوم في هذه المباراة لكي تساند المنتخب. مشجعين من دولة السنغال. الحمد لله. Dieu merci. Dieu seul est témoin. On a gagné clairement, sans gêne. En plus, nous sommes des voisins. Sénégal, Maroc, c'est la même chose. Il y a les Marocains qui sont à Dakar. Il y a les Sénégalais qui sont ici. Mais c'est l'arbitre qui voulait gâter le match. Et ça, c'est pas normal. Mais alhamdulillah, on a gagné. الحمد لله. يعني كتقول لك أن المنتخب السنغالي لعب كرة ويستحق الفوز. هذا ما تقول. هذه الأجواء الآن هنا مباشرة من ملعب من الرباط. مراسلكم الغدار ينقل الحدث يا أخي. نار. إنها الجزائر. هذو الجماهير المغربية، نعم إنها غاضبة وغير راضية على هذه المباراة.